السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نحل بقى آخر ترايل اكزام في البيور. ربنا كده يا رب يكتب لكم دايما الخير ويوفقكم إن شاء الله ويخلصها لكم على خير. نبدأ كده نقول بسم الله. أول سؤال بيقول لي the number of term in the expansion ومديني كلكوعة كده صغيرة. والفكرة دي اتكررت مرة قبل كده برضو في الترايل اكزامز في ترايل 7، فركزوا فيها. أنا عشان أعرف النمبر اوف تيرم لازم أخليها باينوميال مظبوطة، وهشوف الباور كام واقول والله يبقى النمبر اوف تيرم هو الباور بلس 1. فهاجي كده عند الباينوميال التانية دي وابدا اظبط فيها. ده كده اكنه اوفر 1، ده كده اوفر 1. فاقول والله يبقى الضرب في الرجلين، يبقى هنا في اكس واكس تايمز اكس تبقى اكس باور 2 بلس 1. كلها كده تو باور اوف كام؟ 11. وزع الباور هيبقى اكس باور 2 بلس 1 تو باور 11 اوفر اكس باور 11. طب ما في بره براكت تاني اكس باور 2 بلس 1، يعني اقدر اقول x باور 2 بلس 1 نعمل بلس للباور تبقى 12، وفي بره 1 اوفر x تو باور 11. بقت الباينوميال دلوقتي مظبوطه، باور اوف كام؟ باور اوف 12. يبقى النمبر اوف تيرم باور كام؟ 13، يعني التشويس رقم دي. السؤال اللي بعده مديني باراليلوجرام اسمه اي بي سي دي. اوكي، ادي اي بي سي دي، عامل كروس ما بين الاي بي والاي دي، دول اتنين سايد. طب الكروس ده بيديني ايه؟ بيديني اريا، لان انت عندك رول بيقول ان الاريا اوف باراليلوجرام هي نورمال كروس لو معاك اتنين سايد. طب هو مديك الكروس كده، فتعالى يلا نجيب النورم بتاعه. هيبقى 6 باور 2 و6 باور 2 وكمان نيجاتيف 10 باور 2. فتطلع لسيادتك بكام؟ روت 6 باور 2 بلس 6 باور 2 بلس 10 باور 2، هتطلع ب 2 روت 43. طب جميل، دي ايه دي؟ دي الاريا اوف باراليلوجرام. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز AC كروس BD. ال AC كروس BD، ال AC وال BD هما الاتنين diagonal. اصلا انت لو عندك اتنين diagonal وعايز تجيب بيهم الاريا اوف parallelogram، بتقول لي والله هي هاف نورمال كروس، صح؟ يعني المفروض هاف نورمال كروس المفروض يطلع ب 2 روت 43. هاف نورمال كروس ب 2 روت 43، ده المفروض. وادي الهاف ده الناحيه التانيه، هيبقى الاي سي كروس بي دي هتبقى 4 روت 43، يعني التشويس رقم سي. السؤال بقى اللي بعده رقم 3، بيقول لي y equal ln 1 بلس اي اكس، عايز الديريفيتيف. حاضر، اي لين في الدنيا هحط الفانكشن تحت، الديريفيتيف بتاعها فوق، الديريفيتيف ال1 ملهاش، والاي اكس هتبقى اي، هتبقى اي اوفر 1 بلس اي اكس. هل دي موجوده؟ لا. طب نبدا نفكر، واحنا دايما ما بنتزنق بنروح فين؟ بنروح للاصليه. تعال نروح للاصليه. هي y equal ln 1 plus ex. طب اللين ده اصلا هي log to base e، فلو حولناها exponential هيبقى e باور y equal 1 plus ex. يعني ممكن نشيل دي ونحط e باور y، يبقى e over e باور y. لو رفعنا دي فوق هيبقى e times e باور نيجاتيف y. بدل البيز زي البيز فهنقدر نعمل بلس للباور. دي باور كام؟ 1. حلو، يبقى دي تو باور 1 ماينس واي. شكرا، التشويس رقم سي. السؤال اللي بعده عايز اعمل انتجريشن لاكس كوساين اكس. طيب اكس كوساين اكس، هل ينفع انتجريشن عادي؟ لا. ليه؟ عشان في اكس زياده بره التريك فانكشن. فنروح نشتغل باي بارت بترتيبنا الطبيعي. بالترتيب الطبيعي البولينوميال الاول يعني الواي ايكوال اكس والدي زد هتكون كوساين اكس، يعني الدي واي
هيبقى ايكوال دي اكس، وهنا الانتجريشن الكوزاين تبقى ساين. لما اعمل دول تايمز بعض ماينس انتجريشن دول، هيبقى الانتجريشن بتاعك هيبقى اكس ساين اكس ماينس انتجريشن ساين، يعني اكس ساين اكس ماينس انتجريشن الساين هتبقى نيجاتيف كوساين، فالنيجاتيف مع النيجاتيف تقلب بوزيتيف، هتبقى اكس ساين اكس بلس كوساين اكس، اكس ساين اكس بلس كوساين اكس، يعني تشويس رقم بي. ده كده كانت نمبر 4. نمبر 5 مديني اوميجا is one of cubic roots of unity وال I squared equal negative 1 ويقول لك absolute negative 3k اوميجا equal 12i. عايز الكي. ماشي. اي اكسبريشن فيه اوميجا واي عشان تعمل له simplify لازم تجيب، اصل انا عارف ان الاوميجا تتكرر كل 3، حلو، والاي بتتكرر كل 4، فالاتنين هيبقوا كومن مع بعض تو باور اوف كام؟ باور اوف 12. يعني هعمل كل واحده من دول باور 12. ماشي، سهله. الباور 12 على الاوميجا الايفن هيكنسل النيجاتيف، تبقى 3 باور 12 وكي باور 12 واوميجا باور 12 equals 12 باور 12 واي باور 12. عملت كده ليه؟ عشان هنا الباور بتاع الاوميجا هيكون ينفع يتعمل ديفايدد باي 3 فيديني 1، والاي باور 12 ال 12 ينفع برضه تعمل ديفايدد باي 4 فبرضه هتديني 1. وادي دي بالديفايدد هيبقى كي باور 12 equals 12 باور 12 على 3 باور 12. طب ما خلصت. بس الغلطه هنا اللي انا ممكن اعملها ايه؟ ان انا ممكن اعملها اقول لنفسي ال 12 يعني تتكنسل، الباورات دي تتكنسل يبقى الكي ايكوال 4، ودي مش صح. ليه؟ عشان الكي دي باور ايفن، الكي ده باور ايفن فلازم يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني الكي هتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 12 ديفايدد باي 3 بقت كام؟ 4. شكرا. اهو. حلو. حاجه تانية، في فرق ما بين الكي لما تكون جوه المودولس والكي بره. لو الكي بره، لو الكي بره يبقى بوزيتيف بس، لكن لما تكون الكي جوه تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني تشويس رقم سي. كده انا حلينا 5. عندي حل تاني، ايه هو؟ اقول ان انا عندي ده مودولس نيجاتيف 3k اوميجا ايكوال مودولس 12 اي. المودولس بتاع الاوميجا ب 1 ملوش لازمه، المودولس بتاع الاي ب 1 ملوش لازمه، وبالتالي هنخلي نيجاتيف 3k، فالنيجاتيف 3 هتطلع بره ب 3، والكي عشان تطلع بره تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف ايكوال 12، هيبقى الكي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 4. ده حل وده حل. نمبر 6 عندي اكسبانشن بالشكل ده، بيقول ان الترم فري اوف اكس ايكوال الكوفيشنت اوف مين. حلو قوي. ماشي. ايه راي سيادتك ما نجيب الترم فري اوف اكس، يعني تي ار بلس 1 ايكوالز، هيبقى 10 سي ار، الاولاني ياخد الديفرنس والتاني ياخد اللي تحت، يعني 10 سي ار ودي اكس باور 30 minus 3 ار ودي اكس باور نيجاتيف 2 ار. فعشان نجيب الترم فري اوف اكس هاخد الباورات دي كلها، يعني 30 minus 5 ار equal 0، يعني 5 ار equal 30، يعني الار equal 6. يبقى الترم فري اوف اكس ده مين؟ ده التي 7. فتعالى نقرا السؤال تاني، بيقول ان الترم فري اوف اكس ايكوال الكوفيشنت اوف مين. تعال نجيب الترم فري اوف اكس نفسه، فلما تعوض الار دي فوق هيبقى الترم فري اوف اكس هيبقى 10 سي ار، 10 سي اسف 6، 10 سي 6. ده كده الترم فري اوف اكس ايكوالز الكوفيشنت بتاع مين. حضرتك ما انا معرفوش، واي حاجه ما اعرفش الاوردر بتاعها هروح اجيب تي ار بلس 1،
بس انا مش عايز الترم كامل، انا عايز الكوفيشنت بس. فهاخد ده نخليه ايكوال للفري اوف اكس. اي اتنين كومباينيشن ايكوال لبعض بيبقوا حاجه من اتنين، يا اما اللي تحت ايكوال لبعض، وده طبعا ريفيوز، ما انا عارف ان الترم فري اوف اكس ايكوال نفسه يعني، يا اما الصم بتاع الاتنين اللي تحت يديني اللي فوق. يعني الار ايكوالز 4، وبدام الار ايكوال 4 يبقى هنا الترم رقم كام؟ التي 5. يبقى اقدر اقول ان الترم فري اوف اكس هو نفسه الكوفيشنت اوف تي 5. طب جميل، تعال نجيب التي 5. يعني لو عوضنا برضو ب 4 هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي هي 10 سي 4، ودي تبقى اكس تو باور 30 ماينس 3 تايمز 4 يعني اكس تو باور 18، وهنا اكس تو باور نيجاتيف 2 تايمز 4 هيبقى نيجاتيف 8، يعني 10 سي 4 اكس تو باور 10. يعني تشويس رقم بي. سؤال يعني ها مش وحش، بس هأكد تاني على انا ليه عملت كده. اي ترم انت ما تعرفش الاوردر بتاعه لازم تبدأ بالتي ار بلس 1، فركز في دي كويس. نمبر 7، سؤال حلو قوي وتقريبا انت خدته في تانية ثانوي. y equal z بلس 1 على z ماينس 1، والاكس equal z ماينس 1 على z بلس 1. شكرا. التشين رول بس مقلوب، يبقى دي معناها ان الاثنين دول لو اتعملوا تايمز بعض يديني 1. يعني ال1 equal 1 over x، الواي اسف equal 1 over x اللي هي x باور نيجاتيف 1. يعني الديريفيتيف الاولاني نيجاتيف x باور نيجاتيف 2، الديريفيتيف الثاني هتبقى 2x باور نيجاتيف 3، الديريفيتيف الثالث هيبقى نيجاتيف 6x باور نيجاتيف 4. عوض الزد بزيرو فين؟ هنا. لما تحط الزد بزيرو هنا هيبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1 على 1 يعني نيجاتيف 1. لما نعوض بقى الاكس هنا بنيجاتيف 1 هيبقى الديريفيتيف الثالث هتبقى نيجاتيف 6، يعني تشويس رقم سي. رقم 8 بقى بيقول لي انا عندي ان اوبزيت فيجر، عندي باراليلوجرام ومديني البوينت دي اللي هي x و8 ماينس 2x، وعايز الجريتست اريا للباراليلوجرام. طب حلو قوي. معنى ان البوينت x دي x و8 ماينس 2x دي معناها ان لو رسمت كده هتبقى الحته دي x وده 8 ماينس 2x. طب ده مين ده؟ ده الهايت. حلو، يبقى الهايت 8 ماينس 2x، ومادام دي x يبقى الحته اللي فوق دي برضو x. وانا عندي each two opposite sides في الباراليلوجرام equal. طب ما هو مادام دي x يبقى السي دي x ده يبقى الاي بي برضو كام؟ x، يعني برضو البيز x. شكرا. هيبقى الاريا بيز في هايت، ادي بيز في هايت. يعني الاريا هيبقى 8x minus 2x سكويرد، يبقى الديريفيتيف هيبقى 8 minus 4x. حط الديريفيتيف بزيرو هيبقى 4x equal 8، يعني الاكس equal 2. هرجعها فوق هيبقى الماكسيموم اريا هيبقى 8 times 2 minus 2 في 2 باور 2. نجيب الكالكليتر نقول له 8 times 2 minus 2 times 4، هتطلع لسيادتك ب 8، يعني التشويس رقم سي. تمام. نمبر 9 بيقول ان الاف از ايفن وكونتينوس ماشي في الانترفال من 5a بلس 3 ل 7. اه ده جميل خالص. وبيقول ان definite integration من نيجاتيف 5 ل 0 equal 8. عايز الديفينيت انتجريشن من 5 ل 5 ماينس a، اسف من 5 ل 5 ماينس a equal 4، وعايز هو من نيجاتيف 5 ل 5 ماينس a. هو اول كلمه تشد انتباهك ان هي ايفن، والايفن فانكشن لازم تبقى الانترفال سيمتريك اباوت واي اكسس. يعني ايه؟ يعني ما دام دي 7 يبقى الحته دي كلها نيجاتيف 7. يعني 5a بلس 3 equal نيجاتيف 7، يعني 5a بنيجاتيف 10 يبقى الاي بنيجاتيف 2. فلما تيجي ترسم النمبر لاين بتاعك انت عندك من نيجاتيف 5 ل 0
equal 8. وعندك من 5 ل 5 minus a، ما هو ال a دي بنيجاتيف 2، يعني من 5 ل 7، ما انت حطيت هنا نيجاتيف 2، هيبقى 5 minus فاسف 5 minus نيجاتيف 2 تبقى 7. عندك من 5 ل 7 ب 4، يبقى طبيعي عشان هي ايفن، يبقى انت عندك برضو من 5، من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 7 برضو ب 4. وما عندك من 0 لنيجاتيف 5 ب 8، يبقى من 0 ل 5 برضو ايكوال 8 عشان دي ايفن. طب هو عايز ايه؟ عايز من نيجاتيف 5 ل 5 ماينس a. طب ما الايه يا باشا بكام؟ بنيجاتيف 2، يبقى 5 ماينس نيجاتيف 2 هتبقى 7. يبقى من نيجاتيف 5 لحد 7 هتبقى 8 بلس 8 بلس 4، فتطلع لحضرتك 16 تبقى 20، اللي هي تشويس رقم B. حلو قوي السؤال ده. A و B هما 2 vectors، ماشي. الكومبوننت اوف A in direction of B equal 4، ماشي. الدايركشن انجل اوف B R كذا وكذا وكذا. عايز الفيكتور كومبوننت اوف A in direction of B. السؤال ده فكرته جديدة خالص. بص يا حبيبي، هو ايه الفيكتور كومبوننت وايه اصلا الالجبريك كومبوننت؟ الالجبريك كومبوننت ما هو الا عباره عن الدوت على نورم التاني اللي هو نورم بي. حلو كده. ده مين ده؟ ده الالجبريك كومبوننت. طب ايه الفيكتور كومبوننت؟ الفيكتور كومبوننت هو عباره عن الدوت على نورم التاني سكوير في التاني فيكتور، اللي هي اصلها كان ايه؟ كان اصلها هي نفسها الالجبريك كومبوننت تايمز اليونت فيكتور بتاع البي. خلاص كده. يبقى ده هو الالجبريك كومبوننت، وده هو الفيكتور كومبوننت. هو عباره عن الالجبريك كومبوننت لما احط لها يونت فيكتور. طب الالجبريك كومبوننت كام؟ هو قال 4. طب اليونت فيكتور بتاع البي مش هو الدايركشن كوزاين؟ يعني حضرتك هنا معاك الدايركشن انجل بتاعت البي، اجيب منها الدايركشن كوزاين ازاي؟ كوزاين 90، كوزاين 60، وكوزاين 150. كوزاين 150 بتطلع بنيجاتيف روت 3 اوفر 2. لما تدخل الفور هنا مره وهنا مره وهنا مره هتطلع 0 و2 ونيجاتيف 2 روت 3. ده كده الفيكتور كومبوننت، يعني تشويس رقم دي. فكره حلوه. نمبر 11، الديستانس بتوين البلين اللي بيعدي على الثلاثه بوينت دول والاوريجن بوينت. حاضر. دول 3 بوينت. في الاول هروح اجيب الايكويشن اوف بلين، هسميها A وB وC. هجيب فيكتور AB، فيكتور AB يعني B ماينس A فتبقى نيجاتيف 4 و2 و0. واجيب AC يعني C ماينس A فتبقى نيجاتيف 4 و0 و2. اجيب منهم ال N يعني IJK يعني نيجاتيف 4 و2 و0 ونيجاتيف 4 و0 و2. هيطلع لحضرتك ب 4 وعندك 8 و8. سمبليفاي عشان الزحمه فتبقى 1 و2 و2. يبقى الايكويشن اوف بلين هتبقى ان دوت ار ايكوال ان دوت البوينت، هختار 4 و0 و0، يعني x بلس 2y بلس 2z ايكوالز الناحيه الثانيه 4. يبقى انا عشان اجيب الديستنس ما بين البلين ده والاوريجن بوينت هقول والله ادي الديستنس هي ابسولوت على روت براكت للاكس، براكت للواي، براكت للزد، وادي ماينس 4 coefficient of x coefficient of y coefficient of z. حط الاوريجن بوينت هتطلع لحضرتك 4 اوفر 3، يعني تشويس رقم سي. ماشي. نمبر 12،
بيقول the opposite figure the curve represent f double dash، ده ال f double dash. ماشي. ال f dash of 5 equal ال f dash of negative 1 equal 0. السؤال ده هو بالظبط جه قبل كده. دي كده معناها ايه؟ معناها ان ال 5 والنيجاتيف 1 دول كريتيكال. ال 5 والنيجاتيف 1 دول كريتيكال بوينتس. عايز يعرف مين فيهم لوكال ماكسيموم ومين فيهم لوكال مينيمم. هو عايز اللوكال ماكسيموم بس. طب ايه علاقه اللوكال ماكسيمم بالسكند ديريفيتيف؟ اسف، بالسكند ديريفيتيف. كان عندك حاجه اسمها السكند ديريفيتيف تيست، كان بيقول ان الكريتيكال لو اتحطت في السكند ديريفيتيف وطلعت بوزيتيف تبقى لوكال مينيمم، لو طلعت نيجاتيف تبقى لوكال ماكسيمم. هتعرف منين؟ من الرسمه. ازاي؟ الفايف مكانها فين على النمبر لاين؟ الفايف مكانها هنا. طب لو عشان اجيب الفاليو بتاعت السكند ديريفيتيف، مش ده ستريت لاين نازل كده؟ اه. هيبقى الفاليو بتاعتك اهي، دي الفاليو بتاعت الفايف، يعني دي كده الاف دبل داش اوف 5. طب دي هي تحت الاكس اكسس ولا فوق الاكس اكسس؟ لا تحت، يبقى بالنيجاتيف. يبقى اقدر اقول ان الاف دبل داش للفايف هي نيجاتيف، وبالتالي هتبقى الاف عندها لوكال ماكسيمم at x equal 5. طب بالمره نشوف النيجاتيف 1. النيجاتيف 1 مكانه فين على النمبر لاين؟ هنا. طب الفاليو بتاعته قال لي طول الستريت لاين ويطلع فوق اخبط، اهي دي الفاليو بتاعته. طب الفاليو دي فوق الاكس اكسس ولا تحت الاكس اكسس؟ فوق الاكس اكسس. يبقى الاف دبل داش عند النيجاتيف 1 بوزيتيف، يبقى معناها ان اللوكال مينيمم عند النيجاتيف 1. بس هو عايز اللوكال ماكسيمم بس، فهقول له 5. رقم بقى 13 بيقول لي if the straight line كذا نيجاتيف 5 و0 ونيجاتيف 4 intersect the plane كذا at the point كذا، عايز الميجر اوف ذا انجل بتوين الستريت لاين والبلين. اه. السؤال ده ابن لذينه، فكرته جامده جدا، وانت لو ما تخيلتوش مش هتعرف تحله. هو بيكلمك على ستريت لاين، اسف، على بلين. طبعا دي ان intersect ستريت لاين في البوينت نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 و2، والستريت لاين ده بيعدي على نيجاتيف 5 و0 ونيجاتيف 4. طب ما هو اي حد بحضراتكم هيفكر ازاي بجيب الانجل ما بين ستريت لاين وبلين، هيقول لي والله دي علاقه مشبوهه، وبالتالي تبقى ساين ثيتا هي تبقى ابسولوت الدوت على نورم كل واحد. فانت مش هتقابل مشكله مع الدي الان، اسف، فالان جاهزه، هيبقى 3 و2 و1. مشكلتي في مين؟ في الدي. ليه؟ هو هنا جاي عامل لي فيها ناصح وخباها، لكن الناحيه التانيه اداك جيفن تاني جيب منه الدي، اللي هو ايه بقى؟ اداك 2 بوينت على البلين اهم. فانت لو عملت فيهم اي واحده ماينس التانيه هتعرف تشتغل. يعني لو عملنا البوينت نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 و2 ماينس نيجاتيف 5 و0 ونيجاتيف 4، هيبقى الدايركشن نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 5 تبقى 4، ودي نيجاتيف 2 و2 ماينس نيجاتيف 4 هتبقى 6. عايز تعمل سمبليفاي ديفايدد 2 يبقى 2 ونيجاتيف 1 و3. اعمل بقى الدوت على طول، 3 تايمز 2 و2 تايمز نيجاتيف 1 و1 تايمز 3. نورم ده يبقى 9 و4 و1، ونورم التاني تبقى 4 و1 و9. فوق هتكون 7 7، وتحت هتكون 14 يعني هاف. شيفت ساين لهاف تطلع الانجل ب 30، يعني تشويس رقم سي. رقم 13 14 اسف، بيقول لي انا عندي زد 1 وزد 2 هما اتنين سكوير روت للكومبلكس نمبر. اداني الزد 1 ب 1 ماينس 2 روت 3 اي، عايز بقى هو الزد 2. طب انا عارف ان السكوير روتس دايما بيبقوا ايه؟ اديتيف انفرس لبعض. يعني ايه؟ يعني لو الزد 1 1 ماينس روت 3 اي، هيبقى الزد 2 هيبقى نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي. حتى انت لما بتروح تجيب مثلا سكوير روتس للفور هتقول لي بوزيتيف اور نيجاتيف 4، يعني كل واحد فيهم عكس الساين للتاني. بس هو عايز ده فين بقى؟ في الاكسبوننشال 4. ماشي.
الار هنا لو جبتها هتطلع ب 2 والانجل هتطلع ب 120 يعني 2 باي على 3. يبقى ده بالنسبه لك هيبقى 2 e to power 2 باي على 3 i يعني تشويس رقم دي. نمبر 15 بيقول لي if the curve of the function كذا has a critical point at x equal -1 يبقى هو عنده inflection فين؟ طب في الاول انا هستخدم الجيفن ده عشان اجيب الحاجه الميسنج، يعني اجيب الديريفيتيف 3x باور 2 minus 2ax minus 9. ومعنى ان هو عنده critical point عند الاكس equal -1 معناها ان لو شلنا كل اكس من دول وحطينا مكانها -1 هتطلع بزيرو. يعني 3 plus 2a minus 9 3 minus 9 تبقى -6 وديها الناحيه الثانيه تبقى 6 هيبقى الاي ب 3. يبقى حضرتك الكيرف نفسه هيبقى y equal x باور 3 minus الاي ب 3 minus 9x plus 5. تعال نجيب اول ديريفيتيف والديريفيتيف الثاني، هنحط السكند ديريفيتيف ايكوال 0 يبقى 6x minus 6 equal 0 يعني 6x equal 6 يعني الاكس equal 1. لو رسمنا الدومين دي بولينوميال فدومينها r وجبنا رقم قبل ال1 وعوضنا في السكند ديريفيتيف هتطلع بنيجاتيف ودي بوزيتيف، يعني دي كونفكس اب ودي كونفكس داون. يعني اقدر اقول ان الفانكشن دي عندها inflection point at x equal 1. طب هو عاوزها بوينت، حاضر عوض في الاصليه هيبقى 1 minus 3 minus 9 plus 5 يعني 1 minus 3 تبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 11 نيجاتيف 11 نيجاتيف 6. يبقى الانفليكشن بوينت 1 ونيجاتيف 6 يعني تشويس رقم سي. ماشي. نمبر 17 area of the region bounded by الكيرف ده والتو لاين كذا وكذا. طب برضو هنا حاطط لقطه صغيره ايه؟ انا عشان اجيب الاريا لازم يكون معايا واي ايكوال. هو ما ادكش واي اصلا، اديها لك اي باور واي. طب جميل، ما دي نظبطها. حضرتك لما يديك اي باور واي ايكوال اكس ودخلت لين هنا ولين هنا، الواي هتنزل هيبقى واي لين اي اللي هي ب1 ايكوال لين اكس. كده انت ظبطت الكيرف. هو عايز الديفينيت اسف، عايز الاريا ما بين اي واكس باور 2. حاضر. اول ستيب في الاريا الطبيعي لازم تعمل ايه؟ تحط الكيرف ده ايكوال 0 فيطلع الاكس ايكوال كام؟ 1. طب هو عايز ديفينيت انتجريشن من اي لاي باور 2. ال1 نفسها اللي انت جبتها مش موجوده في الانترفال اللي انت عايزها، خلاص ملهاش لازمه. هيبقى الاريا هيبقى انتجريشن من اي لاي باور 2 للين اكس. ما عليك ان انت تعمل كده. هات لي يا باشا ديفينيت انتجريشن وقول لي لين اكس وقول لي والله من اي ل اي باور 2. هتطلع اي باور 2 اللي هي 7 على فكره، بس الكالكوليتر بتاعك مش هيطلعها اي باور 2، هيطلعها ديسمال، فانت هتجرب بقى التشويسز شوف مين فيهم هيطلع لك الديسمال ده يعني. فتبقى اي باور 2 اللي هي تشويس رقم سي. السؤال اللي بعده بيقول انا عندي اكسبانشن بالشكل ده. بيقول انا عندي التي ار ماينس 2 ايكوال 12 تي ار ماينس 3. السؤال بس تي ار ماينس 2 وتي ار ماينس 3 هل دول اتنين ترم ورا بعض؟ اه. طب مين الكبير؟ تي ار بلس 2. وقلت لك لو لقيت في الجبن ترمات ورا بعض الاسهل روح اشتغل بالريشيو، ده الاسهل. طيب حاضر نروح نشتغل بالريشيو. لو انا جبت تي ار بلس 3 دي بالديفايدد هيبقى عندي تي ار ماينس 2 ديفايدد تي ار ماينس 3 ايكوالز 12. الريشيو بتقول ايه؟ الريشيو بتقول ان ان ماينس ار الصغيره بلس 1 على ار الصغيره تايمز ادي سكند اوفر فيرست ايكوال 12. قال لك الاكس بكام؟
الاكس ب 2، فاحنا لو شلنا كل اكس من دول وحطينا مكانها 2، الجزء ده كده هيطلع لي ايكوال 8. هوديه هناك الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى 12 اوفر 8. لما ادخل النيجاتيف تبقى 9 ماينس ار بلس 3 بلس 1 على ار ماينس 3. 9 بلس 3 12 بلس 1 تبقى 13 ماينس ار اوفر ار ماينس 3 ايكوالز 3 اوفر 2. بالكروس هيبقى 3 ار ماينس 9 equal 26 minus 2r. يعني 3r plus 2r equal 26 plus 9. يعني 5r هتكون equals 35. يعني ال r equals كام؟ 7. يعني تشويس رقم C. جميل. رقم 18. عايز اعمل انتجريشن ل 10 باور 3 بلس 10 على 10 باور 2 بلس 3. طب واحده واحده كده. ايه رأي سيادتك لما ناخد 10x من فوق كومن فاكتور؟ هيتفضل 10 باور 2 بلس 1. عارف ليه انا عملت كده؟ اصل انا ده فراكشن، فالديريفيتيف اللي تحت المفروض هيبقى 2 تان سيك سكوير. ف 2 تان سيك سكوير انت فيها تان بس محتاج فيها سيك، فلقيت ان التان فوق بتتكرر، فقلت اخد التان كومن فاكتور. فلما خدت التان كومن فاكتور عرفت ان انا صح. ليه؟ لان تان باور 2 بلس 1 ده رول ايدنتيتي عندك كان بيقول ان التان باور 2 بلس 1 هي سيك باور 2. دلوقتي بقى يلا يا باشا هات الديريفيتيف اللي تحت. هتقول لي والله هي 2 نزل الباور ماينس 1 اللي هي تان في سيك سكوير، يعني معنى كده انت محتاج فوق برضو 2، فتزود بره هاف وتقول لي مفيش ديريفيتيف بيتاخد. صح؟ هتبقى هاف لين ابسوليوت اللي تحت، يعني هاف لين 10 باور 2 بلس 3. فين بقى؟ هي مش موجوده. سهله، سهله خالص. اصل في اتنين فيهم هاف، يا دي يا دي، فهي دي اكيد الباور ما ينفعش ليه سمبليفاي عشان في بلس، فهي ان شاء الله ربنا دي. تعالى اثبت لك بنفس الرول. تعالى نفك ال 10 باور 2 هي سيك باور 2 ماينس 1. ليه؟ لان احنا من شويه كنا بنقول ان ال 1 بلس 10 باور 2 هيديني سيك باور 2، فلو ودينا ال 1 بالماينس هيبقى 10 باور 2 هتبقى سيك باور 2 ماينس 1. نيجاتيف 1 و 3 هيدي لحضرتك ايه بقى؟ يبقى سيك باور 2 بلس 2. اهي هي اخر واحده صح. اول واحد في الاساي بيقول لي ايه؟ 1 بلس اوميجا واوميجا سكويرد ار كيوبيك روتس اوف ذا يونيتي. ماشي يا سيدي. بيقول ان الزد ايكوالز كذا. عايز التريجنومتريك فورم للكومبلكس نمبر زد. طب نعمله الاول سمبليفاي. بص، الاوميجا باور 5 هي اوميجا باور 2 بالسمبليفاي يعني، والاوميجا اوفر اي دي هعمل لها سمبليفاي. بص، دي ماليش دعوه بيها. هعمل تايمز اي فوق وتحت عشان اكنسل اي من تحت، فيديني هنا اوميجا اي على اي باور 2. اي باور 2 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 1. الاوميجا باور 5 هي اوميجا سكويرد، ادي ماينس اي. الاوميجا دي طلعها فوق هيبقى اوميجا سكويرد، يعني اوميجا ماينس اوميجا اي بلس اوميجا سكويرد ماينس اي اوميجا سكويرد. دول مع بعض بنيجاتيف 1. طب ودول بعكس الكوفيشنت، يعني نيجاتيف اي اوميجا ونيجاتيف اي اوميجا سكويرد هيديني بوزيتيف اوميجا. كده انا جبت الكومبلكس نمبر. هو عايز التريجنومتريك فورم بتاعتها، اقول له حاضر. الار هتبقى روت 2 والثيتا
هتطلع مع حضرتك الاكس بالبوزيتيف، الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، هتطلع معاك ب 135. هيبقى التريجونومتريك فورم هيبقى زد ايكوال روت 2 وادي كوساين ال 135 هي 3 باي على 4 بلس اي ساين 3 باي اوفر 4. كده انا عملت التريجونومتريك فورم. ماشي. اخر سؤال بيقول لي انا عندي اي بي واي سي ايكوال لبعض كلهم 4 وانجل اي بثيتا، والريت اوف انكريزنج في الميجر اوف انجل ثيتا 1 اوفر 5. عايز الريت اوف انكريزنج فين؟ في البي سي. عاوز رجيم، اسف يا جماعه معلش. عايز الريت اوف انكريزنج في البي سي at the moment لما كان هو equilateral. طيب at the moment اللي يجي بعدها نشتغله بعد الديريفيتيف، مالناش دعوه بيه دلوقتي. طب دي هشتغلها بأني رول؟ اريا ما عنديش اي جبن في الاريا، لكن معايا 2 سايد وانجل ما بينهم، يبقى ده كوزاين لو. الكوزاين لو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول ان A equal B plus C minus 2BC كوزاين A. يعني x سكويرد حلو equals هتبقى B سكويرد اللي هي 4 وC سكويرد اللي هي 4 minus 2 تايم 4 تايم 4 وادي كوزاين ثيتا. عشان بس اهرب من اللعبكه، واحده واحده. 16 بلس 16 تبقى 32 minus 2 تايم 4 طب برضه 32 كوزاين ثيتا. كده انت جبت الرول اللي هتشتغل عليه. تعالى بقى نعمل ديريفيتيف with respect للتايم. هيبقى 2x dx over dt ديريفيتيف 32 بزيرو، ودي نيجاتيف 32 ديريفيتيف الكوزاين هتبقى نيجاتيف ساين دي ثيتا اوفر دي تي. بعد الديريفيتيف نبدا بقى نفوت. بعد نفوق على ايه بقى؟ at the moment لما كان الترينجل ده ماله equilateral. طب هو لما هيكون equilateral هتبقى الثيتا ب 60 والاكس ايكوال كام؟ 4. حاضر، ادي الاكس ب 4 ودي طبعا نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف ساين 60 صح، ودي ثيتا اوفر دي تي هو كان مديها لك فوق ب 1 اوفر 5. 32 تايمز ساين 60 تايمز 1 اوفر 5 هتطلع معاك ب 16 روت 3 اوفر 5 ودي ديفايدد باي 8. يعني كل ده ديفايدد 8 هتطلع ب 2 روت 3 اوفر 5 ونبص فوق على اليونت سنتيمتر بير سكند. وبكده نكون خلصنا الترايل العاشر في البيور. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نضيف لكم حاجه او نوصل لكم معلومه. نشوفكم ان شاء ربنا على خير، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. السلام عليكم.